في المغرب يسمون المدن القديمة الرياض، ففي كل منزل فناء وحديقة ونافورة للمياه، وللبيوت في فاس ومكناس ومراكش أسرار. هنالك بيوت تسمى المصرية، مؤلفة من غرفة واحدة. تبدو كل بيوت المغرب من الخارج واحدة متحدة، أما الفوارق فيكشفها هذا التقرير. السلام عليكم خوتي المغاربة. اليوم جبت لكم واحد الفيديو كيتغنى بجمال المغرب، يعني جمال المنازل والرياض كيف مبني، والنقوش والزخارف المبنية بها المنازل المغربية والتراث المغربي. هذا الفيديو هذا من قناة عراقية وتبين الجمال المغرب والمناظر الخلابة اللي تتميز بها يعني الثقافة المغربية والحضارة المغربية في النقوش وفي الزخارف وفي البناء، يعني في البناء المنزلي ديال المغاربة. ما نطولش عليكم، انا نخليكم تفرجوا في هذا الفيديو هذا وخليوا لي التعليقات ديالكم. لمدن المغرب القديمة المحاطة بالأسوار مثل مدينة فاس أو مراكش أو مكناس أسرارها التي لا تبوح بها للزائر العابر. فهذه المدن التي تبدو بسيطة من الخارج بأزقة ضيقة وحارات متداخلة تشبه إلى حد كبير متاهة يصعب الخروج منها لأول وهلة. هذه المدن تخفي خلف جدرانها البسيطة وأبوابها المتواضعة بيوتاً تثير الفضول والإعجاب بسبب هندستها المعمارية الفريدة ونمط العيش الذي يختلف كلياً عن نمط العيش في البيوت العصرية. يطلق على بيوت المدن القديمة اسم الرياض، ولهذه التسمية ارتباط مباشر بالشكل الهندسي للبناء، لكون فناء المنزل يحتوي على حديقة ونافورات للمياه. وما يثير الانتباه في الأحياء العتيقة للمدن المغربية هو أن البيوت أو الرياض التي تقطنها العائلات الكبيرة والمعروفة لا تثير انتباه المارة، لأن شكلها الخارجي بسيط للغاية ولا تبوح عما يوجد في داخلها. والسر وراء ذلك يعود للرغبة بالمحافظة على الخصوصية بالدرجة الأولى وتجنب إبراز الفوارق الاجتماعية بين الأسر والعوائل التي تقطن نفس الحي. فبجانب البيوت الكبيرة أخرى صغيرة مكونة من غرفة واحدة أو اثنتين كانت تسمى المصرية تسكنها عائلة بسيطة. في مدينة فاس القديمة يوجد العديد من هذه البيوت القديمة التي جرى إعادة ترميمها واستثمارها للأغراض السياحية، سواء كمتاحف أو كدور ضيافة أو فنادق منها الصغيرة أو الكبيرة. ويعتبر رياض سلام واحد من البيوت القديمة ونموذج لهندسة البيت التقليدي المغربي. السلام عليكم، كنرحب بكم في هذا البيت الا وهو رياض سلام فاس، وهو دار الضيافه الموجود بالمدينه القديمه. مدينه فاس اول مدينه مغربيه كترجع للقرن التاسع، عمرها اكثر من 12 قرن. وهذا البيت تاريخ بناؤه كيرجع للقرن الثامن عشر، وهو موجود في احد مداخل هذه المدينه الا بحي البطحاء الزيات. وصاحب هذا البيت كيرجع لعائله عريقه ألا هي عائلة الصفيرة، وصاحب هذا المنزل كان تاجر من أكبر التجار بهذه المدينة. أما الجزء الثاني فهو الفناء أو الرياض الذي توجد فيه الحديقة أو برك المياه.
وللنوافير في المنازل التقليدية دورا جماليا ونفسيا، فصوت خرير المياه والورد المنثور عليها يعطي انطباعا بالراحة والهدوء ومصدرا لانبعاث الروائح الزكية في المنزل. والآن احنا موجودين في الدار أو وسط الدار اللي كتطلع عليه كل الغرف، وغالبية كتكون فيه نافورة في الوسط. والبيت المغربي كانت تعيش فيه الأسرة بكاملها من الجد إلى الأحفاد. وكما تلاحظون براعة الصانع التقليدي المغربي في صناعة الجبس والخشب والزليج. إن أسرار الهندسة المعمارية لهذا الرياض هي في كونه نموذجا للفن التقليدي المغربي الممزوج بالفنون الأندلسية، الذي يتميز بالحفر على الخشب، الذي يعتبر كل عمود أو باب فيه قطعة فنية، بذا كونه يدوم طويلا ويعطي رائحة زكية تستطيع إدراكها عند دخولك للمنزل. الفسيفساء والنقش على الجبس تكون مع الخشب الشكل الجمالي المميز للطابع الأندلسي المغربي الذي تتفرد به هندسة بناء البيوت التقليدية. هذا المنزل يحتوي على أكثر من 200 شكل هندسي متناثر على الجدران أو الأبواب أو تيجان الأعمدة، وقد شكل الأثاث التقليدي في الرياض وحدة فنية متكاملة لا تستطيع فصلها عن الطراز المعماري. الأسرة المغربية كانت كتستغل البيت بهذه الطريقة التالية: فترة الصيف في الطابق السفلي وذلك لبرودته، والغرف الموجودة في الطابق السفلي فيها أقل ما يمكن 10 أمتار علو. والطابق الأول كان يستغل في فترة الشتاء، وذلك لأنه قريب من السطح ومن الشمس ويصير دافئ. يحتوي هذا الرياض على 24 غرفة تتراوح أحجامها بين الكبيرة والصغيرة، مزودة بحمام بلدي في زاوية الغرفة، وهو عبارة عن حوض استحمام مزود بأنابيب تضخ المياه الساخنة والباردة. وقد تم تسمية كل غرفة بما يلائم حجمها ونوعية الأثاث بداخلها، مثل الغرفة الملكية وغرفة مولاي السلطان وغيرها من الأسماء التي ترتبط بالتقاليد التراثية. السقوف مزينة بالخشب المحفور أو المزوق بالرسوم، وهو من الفنون التقليدية المغربية التي تميز فن العمارة الأندلسي والمغربي، الذي يشكل مع الثريات التقليدية والشبابيك ذات الزجاج الملون وحدة فنية لونية متكاملة. السطح هو جزء مهم من المنزل، وهو المكان الذي كانت النسوة قديما تتنزه فيه، من هنا جاءت تسميته المنزه، وهو اختصار لكلمة نزهة. فبفضل علو تلك المنازل يوفر السطح منظرا بانوراميا للمدينة تستطيع النساء من خلاله مشاهدة العالم الخارجي. للمساء في الرياض المغربي طعم آخر يختلف عن النهار، فطريقة الإضاءة الخافتة والألوان المنبعثة سواء من الغرف أو الأعمدة تمنح الساكن شعورا وكأنه يعيش ليلة من ليالي الحكايات القديمة.